أهم مباريات دوري أبطال أوروبا ربع النهائي في الإياب مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة، وأيضا مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اللي هي المباريات اللي ما خدتش ضجة أوي. أول مباراة معانا ما بين باريس سان جيرمان وليفربول. باريس سان جيرمان يفوز على ليفربول 2-0 في الأنفيلد بعد بقى ما سوبوسلاي قال لك ريمونتادا وهنعمل ريمونتادا. من لا يؤمن ان احنا هنعمل رومنتادا يبقى في المنزل والكلام ده كله. ليفربول من أسوأ ما يكون هذا الموسم، بيخسر 2-0. كان سجل هدفين عثمان ديمبلي، فيتينيا عمل اسيست برضه. فطبعا باريس سان جيرمان بيتأهل عن طريق هدفي ديمبلي، وطبعا قبل كده ديزري دوي وكفاراتسخيليا في ذهاب إياب 2-0. 4-0 في المجموعة بالنسبة لباريس على الريدز. باريس سان جيرمان كويس جدا، هيلاعب بايرن ميونخ. بالمناسبة برضو محمد صلاح كان قاعد دكة. مباراة شهدت إصابة إيكيتيكي برضو من ليفربول، نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. أرني سلوت سيء جدا مع ليفربول كده. طبعا ليفربول بعد نص مليار يورو صرفهم أكتر من برشلونة بكتير، بيخسر على أرضه 2-0. يعني بيخسر كمان مش زي برشلونة مثلا اللي كسب بره أرضه 2-1 وخرج من دوري أبطال فرق واحد، اللي ما صرفش غير 30 مليون أو 32 مليون. المباراة الثانية معانا ما بين أرسنال وسبورتنج لشبونة. أرسنال يتعادل مع سبورتنج لشبونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الإمارات ستاديوم. الماتش من أسوأ ما يكون، ماتش ممل جدا. أرسنال مش أفضل حاجة قدام سبورتنج لشبونة، بل بالعكس سبورتنج لشبونة كان أفضل بكتير. أرسنال بيتأهل بنتيجة الذهاب في البرتغال طبعا 1-0 في الذهاب وإياب 0-0، وبالتالي تأهل أرسنال بإذن الله تعالى. أرسنال هيلاعب أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال. السلام عليكم.